عليكم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هذا الكورس اللي كيجيو غزالين. بالنسبه للمكونات عندي هنايا بيضه متوسطه الحجم، كنضيفوا لها 4 كاس ديال المزهر اللي هو بالضبط 50 غرام. من بعد كنضيفوا لها كاس ديال الحليب وجوج معالق اللي هي 200 غرام ديال الحليب. بالنسبه للقياسات بالغرام غادي نخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، كيكون دافي. من بعد ضفت نص كاس وافي ديال الزيت المائده اللي هو 70 غرام، و11 غرام ديال الخميره اللي هي معلقه كبيره بومبي ديال خميره حبيبات. كنخلطوا هادشي مزيان مزيان وكنخليوه جانبا. بالنسبه للنواشف عندي هنا 500 غرام ديال الطحين فورس اللي هو نص كيلو طحين عادي ديال العبار، كاس الا ربع ديال سنيده اللي مدقوق معاه شويه ديال المسكه الحره، واحد خماره حمراء اللي ما بانتش في الفيديو، و40 غرام ديال الكريم باتيسير اللي هي 4 معالق كبارين، وجوج معالق كبارين ديال الجنجلان، ومعلقه كبيره ديال حبه حلاوه، ومعلقه كبيره ديال النافع. صافي كنخلطوا السوائل مع النواشف وكنخليوها تدلك مزيان مزيان. ممكن انكم تستعينوا يعني تستعملوا يديكم بحال بحال. ملي تدلك لينا هذا العجين كنبقى نضيفوا معلقه بمعلقه ديال الزبده، يعني يفضل تكون الزبده ديال الاكل وتكون لينه يعني بدرجه الحراره ديال المطبخ. صافي كنبقى نضيفوا طريف بطريف حتى يدخل لينا في العجين. هذا العجين كيجي رائع، كيجي منسم، كيجي غزال، خصوصا ملي كيبرد كيجي زوين بزاف. صافي كناخذ هذاك الطبيسيل اللي كان فيه الزبده، كناخذ هذاك القليل اللي بقى وكنجمع به العجين وكنغطيه بالبلاستيك الغذائي وكنخليه يخمر. هنا ممكن انكم تعجنوه في الليل وتقرصوه حتى الصباح. انا كنت مزروبه عليه يعني. صافي دغيا ساعه المكانه كان خامر، خصوصا الحراره دابا كاين الجو سخون. صافي كنديغازيوه شي شويه، كناخذ اللاطه كنوضع فيها ورق ديال الزبده وكنرشو شويه ديال الزيت. بالنسبه باش ندهنو عندي هنايا صفار بيضاء، وعندي شويه ديال القهوه سريعه الذوبان والقطيره ديال الخل على حسب السفوريه ديال البيض. كندهن يدي بالزيت شويه غير شويه. من بعد كندير كويرات. بالنسبه لحجم الكوير نتوما اللي يعني نتوما كيفاش بغيتوهم، كبارين ولا صغارين. انا درتهم كبار يعني فعلا جاو بلديين على حقهم بطريقهم. صافي كنستمروا هكا حتى نساليو الكميه كلها. هذاك الكريم باتيسير كيعطيهم واحد اللون زوين من الداخل وكيجيو حتى هشاش وكيبقاو مده، ولو انكم تحطوهم غير في الثلاجه يعني عادي، يعني بلا المجمد كيبقاو رطبين. كتحطوهم في واحد البواطه وكتشدوا عليهم ملي تبغي تفطروا بهم، كتخرجوهم واحد شويه هكاك واحد ربع ساعه هكاك، كيجيو رائعين. صافي منين ساليت بديت من الاولى يعني بديت نضغط عليها شي شويه، نبسطها شي شويه باش ما يجيش فيهم البابه بزاف. ممكن انكم تصغروهم صغار من هكا باش كيعطيكم كميه اكثر. منين قرصتهم كاملين غطيتهم بالطرف ديال الثوب وخليتهم يخمروا. غير هو بالنسبه لمده التخمير ما تكونش كبيره باش ما يطرطقوش لينا في الفران. صافي هذا هو الشكل ديالهم ملي كيخمروا، يعني ما تخليوش حتى يفيضوا. صافي ندهنوهم بصفار البيض ونرشوا عليهم الجنجلان وندخلوهم الفران اللي كيكون سخون بزاف بحال اللي كنطيبوا الخبز تماما. صافي من بعد كنديروا حراره متوسطه. كنهضر لكم على الفران ديال الغاز. بالنسبه للفران حتى هو خصو يكون سخون والعافيه تكون 200 درجه باش ما يجوش متقصين من الداخل. صافي هذا هو الشكل ديالهم النهائي، كيجيو مفشفشين كيجيو رائعين. نتمنى انكم تجربوهم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.